اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما غفلوا عن ذكره الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في حال جيد جدا وتتمنوا كل يدهور ربنا. ربنا يسعدكم ويوفقكم ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. هنا هنعمل اكله جميله قوي خفيفه وتنفع تعمليها في رمضان، تعمليها في اي وقت، خفيفه فطار في عشاء في اي وقت كده من الاكلات، ممكن وجبه اساسيه برضه، يعني هي جميله جدا. هتشوفوها دلوقتي. احنا كده حطينا بصله، مش بصله، هو شويه بصل. حطينا بصل على اساس ان هي على يعني اقل من كميه اللحم، طبعا مش قد اللحم. وحطينا هنا برضو بطاطس تتسلق. انا هعمل لكم اكله حلوه قوي النهارده، دي تعملوها في اي وقت، وممكن برضو في رمضان تعملوها، تكون عندكم حاجات جاهزه. لو مجهزه البصل ومظبطه بقى الحاجات لسه مع بعض. هنا حطينا شويه زيت، اي ماده دهنيه انت عايزاها، وحطينا معلقه زيت سمنه بلدي اصلا كده عشان ما تبقاش تقيله، لان اللحمه اكيد فيها برضه دهون مهما كانت حاجه. نحط كمان معلقه ملح، او ممكن نخليها علشان مش هنكمل ملح كتير. هنا نحط بطاطس برضه ملح، نخليها يعني نص معلقه، لان لسه هنظبط البطاطس بملح برضه عشان بس ما تبقاش ملحها زياده. هنجهز الاكل ده وهتعجبكم جدا، اكله جميله جدا وخفيفه ويحبها الصغيرين والكبار، مفيش يعني خفيفه كله بيحبها. هنكمل. اسمها بقى الاكله دي اسمها فطيره بطاطس باللحمه المفرومه، دي جميله جدا. هنعملها دلوقتي، واحنا بنسلق البطاطس برضه اهو. نقشرها اسهل، على اساس ما اقعدش اقشر وهي سخنه، دي اسهل. لما اقشرها الاول واغسلها واحطها تبقى اسهل. انا لسه على طول سخنه، ما استناش ما تبرد. هنعمل ده عشان نوضب نجهز اللحمه المفرومه، نعصرها اقول لكم بعد كده شويه شويه. ما تمشي عليكم كده، ما بطولش عليكم الفيديو. هكمل وهجيلكم. كده البصله لونها بقى حلو، اصفرت وبقى حلو. ننزل عليها باللحمه. ده كيلو لحمه مفرومه. كل ما يكون اللون ده احسن، البان تحمر عن كده، لان اللون ده بتشرب برضه، هي بتعمل البصل حلو، وفي نفس الوقت لسه هي على النار هتشرب البصل والطماطم عشان ما يتحرقش. لان الاكتر من كده مش هيتحرق. البطاطس برضه لسه على النار بتسيح. هنا تحطي البهارات اللي انت عايزاها. عايزه تحطي فلفل اسود، جوز الطيب، حطي اللي يعجبك. احنا اتفقنا على اساس الاكل ده اذواق، في ناس بتحب البهارات والشطه، وفي ناس ما بتحبش، والملح بس وفلفل الملح بس. كده هنكمل نعصر فيها ونطلعها على النار. ممكن برضه لو حطينا فصين توم، حطينا فصوص كل توم تبقى حطيهم برضه مش وحش. يبقى بصل برضه كويس، هو بصل بس. المهم الأكلة دي جميلة جدا، هشوفوها وجربوها وادعوا لي.
هنهدي النار عليها وهنتابعها برضه، مش هنغفل عنها، نغطي بس شويه الغطا ونتابع واحنا واقفين مع بعض كده هنطبخ. بص كده اللحمه كده حلوه بالعصا، خلاص بقت مظبوطه. دلوقتي نظبط لها الملح بتاعها. كده عندنا كمون نص معلقه ملح برضه. وبرضه الحكايه دي يعني مش بالعيار بس، لازم تدوقي وتشوفي الملح مظبوطه ولا لا، لان في ناس بتحب الملح زياده شويه، في ناس ما بتحبش ملح زياده، يا دوب على المشعر. نظبط دول الملح بتاعها وكده. بسم الله ما شاء الله بقت 100 فل و10. استوت تمام. شوف بقى ملحها هنا، اللحمه كده هنا، البطاطس خلاص استوت. هنصفيه، هنشيلها ونهرسها. هنا ندوق لحمتها، ملحها قصدي. جميل، ملح مظبوط 100 100. ما تنسيش برضو دي هتتملح معقول، والبطاطس برضو هنظبطها مع بعض برضو بحيث ما يبقاش حاجه ملحها زياده وحاجه نميتها الملح بتاعها كده. خلاص اللحمه بتاعتنا اتعصبت. دلوقتي هنصفي، هنشيل البطاطس ونهرسها وهنجيلكم كده. بقى البطاطس جهزت وهي سخنه، لو هي متقشره ما كنتش عارفه تقشرها غير لما تبرد كده وهي سخنه. حتى كمان وهي سخنه بيبقى سهل الهرس بتاعها، لما بتنشف تبرد تحسها جمدت شويه. احنا هنعمل بقى نظبط البطاطس دي، ننعمها ونظبطها، وهتقولوا بعد كده هتعمل احلى سلفتير البطاطس باللحمه المفرومه. سهله وموفره على فكره جامد. يعني انا حطيت كل اللحمه، تشوف الوقت اللي هيفيد منه قد ايه. ما بتستهلكش لحم كتير، يعني ممكن تعملي كذا صينيه في وقت واحد وتسويهم وتشيليهم عادي في التلاجة وتقفلي عليهم ورق ألمونيوم أو حاجة وتاخديهم في يومين 3، مش هيحصل حاجة. كده جهزت البطاطس. هنستنى بس تبرد شوية عشان نضيف لها، عندنا هنا هنضيف لها بيض وحاجات تانية. تهدى شوية ونكمل نضيف عليها الحاجات. كده هديت السخونية بتاعتها شوية. احنا عندنا 3 بيضات على فكرة، دي مش أساسي البيض 3، يعني ممكن تعملها من غير بيض خالص، وممكن تعملي 3، ممكن تعملي 5، أي حاجة. دي بس عشان تزود القيمة الغذائية بتاعتها، وبرده بتبقى حلوة مع اللحمة مع البطاطس. وممكن على فكرة تحط على البطاطس دي شوية كركم إضافة برده. هنحط شوية ملح حسب برده الطلب، يعني الحاجات دي لازم تبدأ ما تتسابش كده بالعيار. هنحط شوية بيكنج باودر صغيرين مش كتير عشان تدي دفعة شوية مع البطاطس. البطاطس دي زي ما انتوا عارفين، بص شوية صغير مش كتير، أو شوية بيكنج باودر صغيرين. هنضربهم مع بعض كلهم، البيض مع يعني حوالي نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، والثلاث بيضات، شوية ملح. كل ده هيتضاف وهيتدمج مع بعضه تاني أكتر. نحطهم ونقلبهم على طول. قلب كده. هو الحتت اللي شايفينها البيضة دي لسه ما اندمجتش، كله بيتهرس مع بعضه ويندمج.
بصراحه جميله جدا، ومش هقول لكم انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم. يا ريت حد يعرفني عجبته ولا لا، وتقولوا لي رايكم فيها. دي اكله قديمه قوي على فكره، من سنين كانت مشهوره. الاكله دي كويسه، اولا اللي كانت مشهوره عندنا بقى مش عارفه، بس كانت بص اللون عامل ازاي. شفت البطاطس عامله زي الزبده. شويه الباكنج باودر اللي حطيناهم الصغيرين دول خلوها بتهشه خفيفه حلوه، اندمج كله مع بعض. بس عايزين ندوق الملح بتاعها، نشوفها ملحها كويس ولا لا. ملحها معقول لان اللحمه برضه فيها ملح، فكده كويس. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نجيب الصينيه دي ندهنها بسمنه او بزيت عادي، مش هتفرق سمنه او زيت، المهم ماده دهنيه. طلع السمنه بتاعتها، اي ماده دهنيه تدهن الصينيه دي، وهتشوفي وهتاكلوا يا حبايب قلبي احلى صينيه، احلى فطيره بطاطس باللحمه المفرومه. جميله جمال ملوش حل. بطاطس ممكن تعمل من غير باكنج باودر، وممكن تعمل من غير بيض، بس دول بيزيدوها بصراحه طعامه. والعجينه، البطاطس العجينه يعني هيبقى زي العجينه فعلا. البطاطس بتبقى هشه حلوه قوي خفيفه، وبتدي رفعه بسيطه، ما تخليهاش كتير عشان مش هتبقى حلوه. بتدي رفعه بسيطه كده في البطاطس، بتبقى جميله جدا. وهتشوفوا ان شاء الله، واما تجربوها بقى احسن وتشوفوا الطعم والريحه بتاعتها. ريحتها روعه يعني، هو شغاله كده الريحه بتاعتها جميله جمال ملوش حل. هي على فكره هتطلع برده شويه سمنه، البصل فيه واللحمه فيه هتطلع شويه سمنه، فمش عايزين نكتر سمنه كتير عشان ما تبقاش فيها دهون كتير ولا زيت ولا اي حاجه. هنيجي هناخد بطاطس، جزء من البطاطس هناخده نفرده في الصينيه. ممكن تقولوا نص البطاطس كده. انا اصلا سخنه، هو لما تبرد شويه بصراحه يكون احسن واحد يعملها بايده. احنا كده اتسوينا البطاطس، بصراحه انا بفضل اسويها بايدي. استنيت هديت شويه وحطيت البطاطس هنا. اللحمه المفرومه هناخد بسم الله الهادي لحمه مفرومه ونحط عليها. بصراحه ريحتها جميله جدا. سبحان الله، البصل بيطعم الحاجه، بيخلي ريحتها حلوه جدا. يعني البصل واللحمه ريحتهم روعه. سبحان الله. البصل تحطيه في كل حاجه شغال مفيد. هنساوي اللحمه، هو يفضل ما تكونش كتير قوي بصراحه عشان ما تبقاش كلها لحمه، يعني مظبوط عشان تحسي الطعم بتاع البطاطس مع اللحمه. تخلي البطاطس كلها، اللحمه كلها جوه البطاطس دي كده، جوه الفطيره. عشان كده هي اسمها فطيره بطاطس، مفيش حاجه طالعه بره، هتبقى كلها كده من ضمن الحاجات يعني. والعجينه بتبقى، والبطاطس عامله زي العجينه، عشان كده بسيب منها فطيره بطاطس. والاسباب كتير برضه، هي تشبه العجينه في حاجات كتير. كده احنا حطينا البصل واللحمه اللحمه معصجه عموما يعني، لحمه معصجه. طيب احنا هنعمل ايه تاني؟ هناخد نص البطاطس التاني هنفرده عليها. بسم الله.
تحسيها زي العجين فعلا، جميل زي الزبدة. أنا بفضل بصراحة أسلقها وهي متقطعة أو متقشرة أحسن، عشان بتوفر معايا وقت. بدل ما استنى أو أبرد البطاطس، بتوفر معايا وقت، على طول وهي سخنة بهرسها. احنا بقى هنساوي النص ده بحيث تظبطه. ده على فكرة أحسن حاجة بالإيد، هي اللي بتظبط حلو. أنا هتدينيها شوية زيت كده صغيرين، وأنت بتعملي إيدك كده، تدهني إيدك بالراحة. ممكن تاخدي من هنا وتحطي هنا، صحيح إن سخنة شوية بس عادي، الإيد تستحملها. هسويها وأجيلكم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، كده سوينا الفطيرة تمام، 100 فل و10. هنحطها في الرف الوسطاني، مش هنحطها لا فوق ولا تحت، ونولع عليها النار عادي، بس هنبشرها برضه، مش هنسيبها، ما ننساهاش. هنا اللحمة المفرومة دي لحمة كتير يفضل، دي أنا قصدي أعمل كتير، لأن دي هحطها في الفريزر مع خزين رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. عايزين نعمل مكرونة بشاميل، هنطلعه سهلة، مش هتاخد مننا وقت. يعني احنا لو عايزين دلوقتي في أي وقت عايزين نعمل مكرونة بشاميل، هنطلع اللحمة المفرومة من الفريزر تفك، عمال ما نعمل بشاميل والحاجات دي هتكون خلصت. كده هنحطها في الرف الوسطاني وهتستوي، وهاجي اوريها لكم حبايب قلبي. كده حطينا الصينيه في الرف الوسطاني، كده بقى لنا نص ساعه لسه بيضه زي ما شايفين. احنا عاملين الحراره على 200 درجه، هنشوف هتاخد ايه عشان اقول لكم المده بالظبط. بصوا يا حبايبي، كده الفطيره استوت وبقت زي الفل، بسم الله ما شاء الله. كده هنقطعها، هي ممكن تسيبها لما تبرد عادي وتقطعيها براحتك. احنا هنقطع بس جزء منها عشان هي سخنه قوي لسه، يفضل تبرد الاول عشان البطاطس طبعا بتبقى طريه، بس ريحتها جميله جدا. احنا حطيناها ساعه على 200، وطفيت عندي البوتاجاز اصلا بيولع، على ما بينفعش الفرن والشوايه مع بعض، ففصلت الفرن والشوايه خليتها حوالي 10 دقايق كده فوق، بس عشان تاخد اللون الاحمر. لكن هي اصلا هي ساعه كانت استوت خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. افضل طلعيها اما تهدى شويه، لان هي سخنه جدا فتتفرج معاكي. بس انا عايزه اوريها لكم بس من تحت. عايزه اوريكم بس الجزء بتاع من تحت القعر بتاعها، بصوا عامل ازاي. شايفه؟ بصوا القعر حلو بيه ازاي، مقرمش حلو جدا، بس هو المفروض ما تقطعش بسرعه، تستنى لما تبرد كده تبقى كويسه تهدى ولا تقطعيها، عشان كده مش هتطلع قطع متساويه معاكي متماسكه. وطبعا هنا احنا كده زي ما قلنا اللي فاض من اللحمه عملناه معصب جاهز، هيتحط في الفريزر. وقت ما نيجي نعمل مكرونه بشاميل يبقى قطعنا نص المشوار في الشغل، يبقى دوب المكرونه تتسلق والبشاميل تعمل. لا عايز اعمل فطيره زي كده برضه يبقى بس نص الشغل، دوب اسلق البطاطس واجهز. بس كده يا حبايبي، بقى ايه، اكله خفيفه وجميله
وفي أي وقت تنفع، يعني الصبح تاكليها، الظهر تاكليها، في وسط النهار، بالليل عايزة، يعتبر لقمة مغذية حلوة وخفيفة على المعدة. وبصراحة ربنا لذيذة لذاذة ملهاش طعم جميل، يعني ملهاش حل أقصد طعمها جميل جدا. بس أتمنى لكم تجربوها وتقولوا رأيكم فيها إيه، ودمتم في رعاية الله. إلى اللقاء يا حبيبي.